لقى كل هذه الضربات، هل يمكن يعني أن يعيش بعد ذلك؟ ممكن يموت. واعتقد البنت او الشخص اللي شد رجله لفوق اعتقد ميت او ممكن يموت. انا ضرب بارح، ضرب غير مقبول وغير مقبول باي مستوى انساني وغير انساني. هل الضرب بالجزمه على الراس ممكن ان يؤدي الى الموت؟ ده من نوع الجزمه جزمة العسكري. ممكن تموت طبعا، تكسر الجمجمه، ممكن تكسر الجمجمه طبعا. لا والايد. والتقرير وجدوا في جسده رصاصه، التقرير اللي الطبيب الشرعي. ما انا عايز اعرف الرصاصه منين، هل بتاعه الجيش، هل بتاعه طرف اخر؟ ما هي المشكله بتاع الطب الشرعي ان ما بيعملش تقرير واضح. لسه ما عرفتش. لا ما اعرفش كل ده. هقول لك الحاجه، الشخص اللي اتقتل في اسكندريه ده اللي عمل الثوره عليه من حوالي سنه لا الجزم اللي شفتها دلوقتي، الضرب بالجزم على الرؤوس، ده عمل اجرامي. عمل اجرامي فاحش، لا عمل فاحش. طيب بس اللي انا عايز سؤال، يعني كيف يمكن للمجلس العسكري ان يهدئ الشارع والقوات تتصرف بهذه الطريقه؟ المجلس العسكري مسؤول عن كل شخص في ال25. هيهدئ الناس ازاي؟ بان هو يوري المسؤوليه، يعني يقول لك واضحه، يعني تشوف ويتعمل في نفس الوقت. يعني اي واحد ارتكب جريمه، كان ضابط، كان جندي، كان شاب مجرم في الشارع، لازم كله يتمسك ولازم كله يتحط في التلفزيون ولازم نعرف هويتهم ويتعاملوا ويدخلوا السجن لو هذا اثبت ذلك. ما هو في النهايه هو ده اسمها دولة القانون.